أول تعليق من رضا عبد العال بعد هزيمة الزمالك من شباب بوليسداد. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على النبي محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. رضا عبد العال يصاب بالجنون بعد هزيمة الزمالك أمام شباب بوليسداد وخروجه من دوري أبطال إفريقيا. قال عبد العال في تصريحات خاصة نقلتها المواقع والصحف الرياضية المصرية: الزمالك روح من أفريقيا من قبل ما يلعب الماتش. لعيبة الزمالك كانت بتتفرج على الماتش معانا، مفيش أي حاجة قدموها عشان يصعدوا. فيريرا مش عارف هو بيلاعب مين ولا محضر لأي حاجة. أنا أول مرة في حياتي أشوف لعيبة عندها فرصة إنها تجدد الآمال بتاعتهم في المجموعة وواقفين يجروا ورا الكورة ويحلقوا من بعيد. شباب بوليسداد نازل الماتش وعارف هو عاوز إيه. المدرب بره قاعد صاحي وعامل سيناريو للماتش، إنما فريرا ده هجاص من ضمن الهجاصين. مش قلتلكم ده راجل على الله حكايته؟ محدش صدقني. قلتلكم قبل كده إن فريرا جاي ياخد شوية دولارات ويمشي. كده الزمالك روح رسمي، وبكرة الهلال هيكسب صن داونز، والأهلي هو كمان هيروح. دي فضيحة لينا كلنا أقسم بالله. الكورة في مصر بقت في ذمة الله، وخليهم قاعدين على قلب أبونا بتوع اتحاد الكورة. المصالح بتتصالح في الكرة المصرية يا بيه. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.